الكارثة الكبرى، الكارثة الكبرى. أنا جايبة فراخ، أنا جايبة فراخ هأكل عيالي دول. بصوا، عارفين ايه دول؟ أجنحة الفروج، دي أجنحة الفروج. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناة وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان يوصلكوا كل جديد من ماما دولي. النهاردة عاملين فطار كده، بس الفطار مكلف وعملاق. بصوا بقى احنا جايبين ايه، تعالوا اوريكم. تا 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 جايبين كرومبوية، جايبين، استنوا بقى ارجع لكم، جايبين محشي مشكل، وجايبه طماطم، وجايبه فرخايه. اوعوا تفتنوا عليا، انا قبضت الجمعيه من ورا مريم، قلت لكم اوعوا تفتنوا عليا. تعالوا انا اوريكم. انا هنا جايبه المحشي المشكل، جايبه جزر وجايبه كوسه وفلفل وبتنجان، جايبه فلفل حراق كمان، وجايبه الخضره. بصوا بقى، والله مش بكذب، والله العظيم يا جماعه. شايفين الكرنبايه الصغننه دي؟ ولا صغننه، بصوا صغننه صغيره، بصوا صغيره خالص. بصوا والله هوا. عارفين بكام دي؟ 15 جنيه. يعني انا هقطع ده وده عشان ما بحبش الاخضر كتير. بصوا بقت قد ايه. بص عارفين دي بكام؟ 15 جنيه والله العظيم وما بكذب، والله العظيم والله العظيم. كنت ساعات بشتريها الاتنين ب5 أو ب3 جنيه ونص، ويا لهوي يوم ما بتغلى والراجل بيعصلك معايا بيكون ب5 جنيه الواحدة. يعني لما بتكون رخيصة باخدهم الاتنين ب5 أو ب3 ونص، فأول ما بتنزل بتبقى ب5 جنيه. جيبها ب15 جنيه، هتاخد لها ربع كيلو رز تقريبا ولا حاجة. الكارثة الكبرى، الكارثة الكبرى. أنا جايبة فراخ، أنا جايبة فراخ هأكل عيالي دول. بصوا، عارفين ايه دول؟ أجنحة الفروج، دي أجنحة الفروج. والله العظيم ما في كذب. عارف، بص هم اهو كيس فيه 2. شايفين هو ده 2. عارفين دول بكام؟ تخيلوا 19 جنيه والله العظيم. كان الكيلو من ده ب12 جنيه و15. ده الكيلو دلوقتي ب75 جنيه أو 80 جنيه. دول ب19 جنيه. قلت له هناكل الفراخ بالجرام. عارفين انا جبت دول ليه؟ هنا الفرخية مقطعينها 4، تمام. احنا عشان بقى لنا ايه، جايبه فرخية اقطعها 4، هتطلع منها جناحات. دول 2 واحنا 4 في البيت. جمانة ما بتاكلش كتير فراخ. هنخليهم بقى ايه في مرة تانية بقى مع الكبد والقوانص والزور، نقوم ايه عاملينهم ببصل كده ومحبشين. شفتوا؟ جبت فراخ وجنبه. الحمد لله، الحمد لله. ساعدنا يا رب، يا رب رحمة من عندك. يلا بينا. قبل ما يلا بينا لازم نعمل ايه؟ لايك 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 لايك، وحطوا لي كومنتات ودعم في القناه، وقولوا لي عايزين فيديوهات ايه مني ومن عندي ومن عندي دي، اعمل لكم احلى فيديوهات. يلا نغير ونحضر عشان انا لسه طالعه من السوق. يلا نغير ونحضر اللي معانا. غيرنا. هنحضر بقى الفطار. عارفين ان انا بقول لي فطار عشان انا بصوم اثنين وخميس انا واولادي الحمد لله من اول رجب. ربنا يدوم علينا عادات كويسة، ويدوم علينا صحتنا نقدر نصوم ونصلي ونعبد ربنا. ربنا يدينا الهداية ويدي كل أمة محمد، اللهم أمين. يلا بينا نحضر فطرنا الرايق. أنا بصور الساعة 8 الصبح عشان جمانة نايمة، وعشان نحضر الحاجات دي قبل ما، عشان بناتي بروح أجيبهم في العصر قبل العصر ما يبدأ، عشان لما باجي بكون أصلا مفيش وقت، مش هلحق اعمل حاجه، وجمانة بتفضل ماما 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 ورايا. يلا بينا يلا بينا. التسجيل ده الصبح بدري، هتسمعوا صوت عصافير وحاجه كده جميله. بصوا انا هسلق، هامله ميه للورق الكرنب عشان نسلقه. طبعا الطبقين دول كانوا باقي عشان امبارح، قلنا نغسلهم الصبح معانا. دلوقتي هتشوفوا حطيت هنا معلقتين ملح
عشان ورق الكرنب كده يبقى طعمه جميل ومسكر. وهنغسل الطبقين اهو، بقول لكم هنغسل الطبقين. انا ساعات ممكن اسيب الطبقين دول بالليل او بغسلهم الصبح ساعات لما بصحى كده من النوم مع الترويق، يعني اللي هو ايه خلاص انا اخر اليوم اتهدي حيلي والكلام ده. بصوا انا ما عملتش سحلب امبارح، كل يوم جوزي يقول لي اعملي لي سحلب، اعملي لي فشار. طول ما هو قاعد في البيت في ايام الشتاء العاديه لا، يلا قومي اعملي لي سحلب واعملي لي فشار، عايزين نقرقش في حاجه. بيحب المواضيع دي. طبعا انا هنا عندي فوطه هصفي عليها المواعين، عشان المواعين لما بتبقى تحت يعني الميه بتنقط على السجاده اللي انا واقفه عليها بتضايقني جدا، وبكون الجو ساقع بقى اصلا انا مرصرصه ما شغلتش السخان. غسلت الميه كده يعني، غسلت بالميه ساقعه. بصوا بقول لكم غسلت الميه كده، ده تاثير الصحيان البدري ده ولا ايه؟ بصوا بقى احنا هنا عندنا الفرخيه وقطعتين من الفروج اللي هو الجناحات دي، جبتها والله العظيم ب19 جنيه. يعني الواحد عشان يجيب له فرخية. انا ليه عملت كده؟ القطعين دول قلت لكم ايه، ساعات بعمل ببصل والكبد والقوانص وكده يساعدوا بقى معاهم، يعني يزق يوم معانا كده. طبعا احنا هنغسلهم كويس قوي بميه، وهجيب ملح واجيب ليمون وادلع. انا ساعات بعمل حركه حلوه بقى اللي هي ايه، بحطها في منقوع ميه وملح واسيبهم ساعتين 3. انا ما عملتش الحركه دي المره دي صراحه. انا ما اكذبش عليكم انا بحب الحركه دي ودي، بس ليه في اليوم ده انا عملت كده ما اعرفش. وتقولي لي مكشره ليه؟ ده بالعكس كنت فرحانه جدا والصيام اصلا. وبصي بقى الحاجه، الصيام في اليوم الاثنين والخميس اصلا بيعود معدتك على الصيام، ورمضان لما يجي يبقى معدتك فل فل، اللي هو الصيام المتقطع ده جميل. وبعدين احنا اتعودنا، يعني النهارده اول لما نرمين بتقول لي احنا اول يوم مدارس بنتعب وكده وبنكون مفيصين، قلت لها لا انتي مش تتعبي عشان بتصومي اثنين وخميس. بصوا بقى شايفين الكرنبايه الصغننه دي هسلقها كلها في الحله مره واحده، يعني بقول لكم مش مستاهله يعني صينيه انا هقطع على الحوض. النهارده يومنا كله كان على الحوض، ده يومي الطبيعي اصلا اللي انا بستعمل الحوض كده، يعني اللي انا اصلا ما بقعدش في الارض ولا على الرخامه كتير، لا تلاقيني بخلص على الحوض وشغاله على الحوض دايما 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 دايما. راكنه الفراخ ورايا على الانبوب عماله اقول ايه اللي هناك ده. والله مش بط. بصوا الورق الكرنب انا سلقته حلو، بس لما انا قطعته وسبته 5 كده قبل ما يبرد والكلام ده اتسلق بزياده. فاهمين الحته دي؟ اللي هو بخاره سوى كمان حب. لا هو غبية، انا رحت غطيته عشان ايه؟ يعني انا قلت ايه لما اجيب البنات اقعد الف بقى ايه براحتي. فاهميني القصة دي؟ يعني اللي انا ايه، انا اصلا سلقت كل حاجة وجهزت كل حاجة ولفيت لما هم جم. تقولوا لي ليه؟ هقول لكم جمانة صحيت بقى وعياط وزن والكلام ده. بقول لكم انا جبت بلح، جبت ب5 جنيه عشان نعمله بلح باللبن لما يجي دوره بقى. بصوا كان القرآن الصبح اللي هي تذكير الصباح هنسمعها دلوقتي. إسلامي بيدن مع الأذان، وبيقولك الأذكار الصباحية والمسائية. يعني أنا اتعودت اللي هي الصبح أذكار الصباح جميل، حاجة حلوة قوي لما سمعناها سوا. وبين الظهر والعصر في النص في أذكار المساء برضو يقولك الأذكار جميلة. انا استمتعت بالتطبيق ده لاول مره، واكتشفت فيه حاجات جميله جدا. بالنسبه لي انا كانت جديده، ممكن يكون حد محملها من زمان، بالنسبه لي مش جديده. بس صراحه انا التطبيق ده فرح قلبي قوي. احنا هنا سلقنا الكرنب وهنعد 3 مرات بسم الله بسم الله بسم الله، عشان لو اي حد الشياطين ولا حاجة ولا الملايين مش عارفة. بس أنا خدتها عادة من مامتي صراحة، لما أدلق مية في الأرض أو في الحوض أسمي بالله 3 مرات. تقولوا لي ليه بقى؟ مش عارفة، هو اللي أنا أسمعه اللي هي إيه، في ملايكة في البيت معانا أو في حراس يوسعوا من المكان اللي احنا فيه. بس ما تقولوليش اللي أنا تافهة والنبي. بص عادات أنا خدتها حاجات متمسكة بيها لحد دلوقتي، ليه؟ الله أعلم. في حاجات بسمع الكلام فيها، بس في حاجات لأ.
يعني في حاجات اقول ممكن نعمل كده. يعني انا اقول لكم حاجه، نرمين زمان لما كانت بيبي صغننه خالص وانا عايشه في اسوان، كانت نرمين بتنكد مره واحده كده، مره واحده تصرخ وتعيط. حماتي كانت تقول لي ايه، عديها من عزير 7 مرات وقرأي سورة الفاتحة، سورة أي سورة أنت حافظاها اقرأيها. كنت بسمع كلامها، أول ما أعمل كده نرمين كانت بتنام دغري. يعني أول ما أقرأ الكلام القرآن وخطيها من على الزيرة، بقول لها ليه؟ بتقول لي الزيرة دي حاجة طاهرة ومية نظيفة دايما ومتكررة وما فيهاش شر يعني، وحاجة نظيفة بعيد من أي حاجة. كنت بسمع كلامها. لما كانت تيجي تقول لي حاجة تانية، لا كنت أقول لها لا مش عاجباني دي. دي النصيحة دي مش عاجباني، ممكن المرة الجاية. لا بس أنا حماتي عسل صراحة، يعني عسولة جدا. بصوا احنا هنا هنقطع البصلاية وهنخليها تدبل، يعني هنقطعها ونحمرها، مش نحمرها، قبل ما تتحمر كده بشوية هنقوم دقين فص توم اللي هو جنبي، دول فصين توم، ونقوم رامينهم فيهم ونشوحهم بقى مع بعض، وشم الريحة يا جميلة بقى، حاجة عظمة بجد. كانت حاجة ريحتها جميلة، أنا بحب كده. نفتح بقى الشباك عشان البخار والدخان والغبار ما يطلعش علينا كده. احنا في الشتاء بس بتطلع الدنيا بتدخن معايا. بعدين بوتاجازي في حاجة بتهبب، نفسي اجيب له حد يصلحه صراحة قبل رمضان كمان يعني. هو بقاله شهر معايا، اللي هو العيون كلها بتهبب، يعني مش في حاجة عين واحدة، لا كله بيهبب. حتى من شوية لما كنت بغسل حلة الكرنب شفت الصماد، لا ده صماد قليل، ده لسه الهبيب لما يجي بقى. يعني ما تشوفوا حلة الصلصة دي. بصوا احنا بقى هنا هنفرم الخلاط تحت الكاميرا. بعكسكم. انا عملت عمايل وانا بفرم الصلصة. بصوا انا تافهة جدا. ايوه اديها يا معلم، ايوه اديها ما ترحموش. الخلاط هنا بيترعش، الكاميرا بتترعش عشان جنب الخلاط على طول يعني. بس بصراحة يعني كان يوم جميل أصلا في الصيام، وكانت بناتي يعني أنا كنا أقول لكم حاجة بالليل، قلت لهم صوموا يا نرمين انتي وشيرين يعني، خليكوا شاطرين صوموا اثنين وخميس. هي نرمين في صامت فطرة يوم خميس واحد، وشيرين فطرة يوم اتنين، يعني كل واحدة اتعدلت في الأيام. قلت لهم صوموا مش هتخسروا حاجة، انتوا تكسبوا ثواب، واللي احنا معدتنا تتعود، ودي أيام مفترجة جميلة، لازم نتعود على الصيام. طبعا كانت صايمة وهي مزمزقة، قلت لها انتي بتصومي ليه ولا ربنا؟ قالت لي ربنا. قلت لها عايزة تصومي صومي، مش عايزة تصومي ما تصوميش. قالت لي لا انا هصوم يا ماما خلاص. قلت لها خلاص تمام جميل، انتي عسل يا نرمين. طبعا لازم نشجع اولادنا على الطاقة الإيجابية. ما اقول لكمش اللي انا بزعلهم، لا اكيد بزعلهم، بس لازم نديهم طاقة إيجابية شوية، اللي هم في حاجات مهمة كده لازم نساعدهم ونديهم الطاقة الحلوة. انا بزعق وبتشنك وبزعق وممكن توصل معايا همسكك اطحنك في الارض بقى تاني تلم نفسك. يقوموا قايلين لي حاضر. لازم في تربيتكم يكون في حنية قوي، وفيها سنة شدة، يعني اللي انتوا مش دايما تكونوا طريين مع اولادكم. لو انتوا عملتوا كده مع اولادكم هتلاقوا حاجات كتيرة باظت. لا احنا لازم نكون على قد الحنية، ندي شوية اللي احنا نكون شداد. بصوا بقى، احنا هنا هننضف الكوسة، وهننضف البتنجان، وهننضف الفلفل، وكان في فلفل طويل كده عمدان مش صابر. شفتوا بقى اللي اخترع الكوسة ده قمر، طعامة الدنيا في صباع الجزر، والله العظيم كان شوية جزر جميلين. هتقولوا لي مسكر قوي وزعق، لا هو مش سكر، عارفين الطعم الجميل. ايوه بصوا كنت بوريكم بهاراتي بالالوان، والله كان الوان تحفة، استاهل اخد صورة. هنا هنقطع الخضرة ناعم جدا. بصوا انا كنت مركزة اوي في موضوع الخضرة ده عشان ما بحبش العيدان بتاعتها طويلة. الدكانة اللي كانت تحت بيتنا كان بتبيع رز 21، النهاردة جبته ب25 جنيه. ليه؟ حرام عليك، يعني انا جبت 50 جنيه رز. يلا نعمل البلح باللبن قبل ما الصلصة تبرد شوية عشان ايدينا ما تولعش. انا هنا كنت بقول لكم ان احنا غسلنا الفراخ وخليناها لوزة وجميلة قوي، وهنشيل بقى الحاجات اللي قلت لكم في الفريزر، ودول بقى احنا هنرفعهم شوية يعني لحد ما الظهر يدن ولا حاجة نسويهم، او في العصر. انا بحب الفراخ تكون سخنة.
طبعا انا بقول لكم انا جبت شويه بلح ب5 جنيه، يعني جت عليهم يعني يلا نعمل كوبايه، هي كوبايه واحده كلنا هنخمس فيها. بس عشان انا عامله عصير جوافه كتير. طبعا انا ايه، انا ده اللبن كان كتير حطيته مره واحده، ما اقولكمش اللي انا ما حطيتوش، خليته يغلي ورحت حاطه عليه البلح. لا، طب الجوافه نسيت اشيل لها لبن، واللبن اصلا كان كتير على الجوافه. رحت عامله ايه، رحت الصراحه خدت اللبن وهو سخن من البلح ورحت مفضيه على الجوافه يعني، وخدت تاني عشان هو كان كتير قوي، عشان هما شويه البلح صغيرين. انا استغبيت رحت حطيت اللبن كله. بس بقول لكم ايه، كانوا جامدين، كانوا جامدين قوي. بصوا بقى الحركه دي، اللي انا بطلع البذر اصلا ما بحبوش يتخلط في الخلاط، يعني ما بحبش. او شفتوا خدت اللبن ازاي، وده السكر، اوعى تقولوا لي ده تانك. ولا وزودت ميه. بقول لكم شايفين عصره الليمون دي الابداع، عصره الليمون دي ابداع، خلي الجوافه جميله جدا وما تسودش كمان. شويه عصير الجوافه كانوا عظمه. انا بقى بعرف ازاي الحاجه مظبوطه بالسكر ولا الملح، يعني لو طبخه ازاي بشمها بعرف. او بصوا، ده اللبن كان كتير خدت منه حطيته على الجوافه برضه يعني متقلقوش. بشم الحاجه بعرف السكر بتاعها من ريحتها. سبحان الله، ربنا مديني الحواس ده وبتطلع مظبوطه. عارفين لما بتكل على حد بندم قوي، يعني لما كنت صايمه اول يوم رجب، قلت لجوزي دوقي بلح، قال لي حلو. طب هو مظبوط، انا ما بحطلوش سكر، بس لازم يتظبط في الميه بتاعته او في اللبن بتاعه. بس انا كنت جايبه بلحه مش حلوه صراحه، عامت عارفين اللي هي صفت بعد ما اتخلطت في الخلاط، راحت مصفيه كده البلح تحت. ما عجبنيش. دوقته العصير الجوافه قال لي مظبوط، كان عايز سكر. انا بقى هنا بقول لكم انا عامله شويه سلطه عظمه، واتحدى اي حد يعمل في الكومنت، يقول لي في الكومنتات هو عظمه. بجد انا بعمل شويه سلطه الكل بيجري وراهم، يعني حاجه كده. الله اكبر عليا، الله اكبر عليا. بس بقول لكم ايه، ملح وليمون وفي حته تانية تاني. انا او تالت. انتوا عارفين انا ليه عم بعمل فويس؟ عشان لقيت مفيش صوت، تليفون نرمين كان في حاجه غلط، اللي انا بتكلم. طب بعد ما جيت امنتج، ايه ده فين صوتي؟ راح فين؟ زعلت قوي. بصوا هنا بقى انا راحت مني، اتمسح مني شويه فيديوهات كتيره جدا عشان صورت على اكتر من حلقه، اللي انا حشيت البتنجان والخضار من غير ما اوريكم الفيديو. ما كانش بيصور. ولا الكرومبة لما استوت واحنا قاعدين بنفطر، كان في جزئية كبيرة جدا. زعلت بجد، زعلت عشان كان نفسي اوريكم لفة الصينية ازاي وسواها كان عامل ازاي، وكان فطارنا كان كله عبارة عن ضحك وهزار وشوية كوميديا عسل قوي. بصوا جمانة هتيجي دلوقتي هتصبح عليكم، كانت صحيت من النوم بقى. كان توقيت الساعة 1 2. لا ايه ده، وانا بلف الكرومب ده كان وانا بناتي كانوا موجودين، كان الساعة 4. والله بصوا هي أنا احترمت نفسها، انا منكوشة يا جماعة، محدش عايب عليا. اتمنى ليكوا السعادة وايام جميلة، ودايما تدعموني في القناة بالكومنت الجميل، وانا بحبكم جامد جدا، واتمنى تكونوا معانا دايما. الحمد لله. في كومنتات جميل جميلة لذيذة. ما تنسوش تحطوا لي لايك، واسيبكم مع باقي الفيديو. ده مش ناشف، ده طالع من الغسالة كده، هتفكروا ناشف. كنت زمان اقعد اعصر. دلوقتي مفيش الكلام ده. لله على السراء والضراء، ربنا بيديكي الوحش عشان تحسي بالحلو. البهجة جميلة. وبعدين أنا بحب صوت العصافير الصبح، بحب صوت العصافير، وبحب كده في الصبح فيه ريحة حلوة جميلة. سبحان الله. لا ما بحبش أنام طول النهار. أنا ممكن أكون نايمة بالنهار مطبقة سهرانة كتير والحاجات دي، أما بجد آه، النوم بالنهار ده وحش جدا. امبارح جوزي كان واحنا بنتسحر بقول لهم يلا كل سنة وانتم طيبين، فاضل شهر، فاضل 28 يوم ورمضان يخلص وشعبان يخلص ورمضان يجي. باباهم قال لي قررت أحمل المصروف اليومي، لا اللي هو بتاع اللي هو و بس ده اللي بقى يناموا بدري.
يجوا من المدرسة يناموا ويصحوا على المغرب. قلت له لا 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 أنا معنديش الكلام ده. قال لي يعني قلت له لا هما هيجوا يتوضوا ويصلوا ويذاكروا. بعد ما يذاكروا بعد ما يذاكروا ويقرأوا قرآن. بعد ما يذاكروا ويقرأوا قرآن ما يناموش. يناموا بعد المغرب على طول. يناموا يصحوا على السحور الساعة 3 4، يصحوا الساعة 4:30 على السحور. الفجر هيبدأ من الساعة 5